الاكل عجبك يا مجدي؟ تسلم ايدك، كان حلو قوي. كويس، تسلم ايدك. كويس زي بتاع امبارح وزي بتاع السنة اللي فاتت. معرفش فاضل كام أكلة كويسة على العمر ما يخلص. نفسي مرة حد يسألني أنت كويس مش الأكل كويس. كلمت خالك صح على شغل الكريم زي ما قلت لك؟ يا ماما كلمته وقال لي هشوف ارد عليك. كلمته وعارف إنه مش هيعمل حاجة، وعارف إنك بتسألي عشان تطمني نفسك مش عشان تطمني عليا، وتعرفي بس إني قدمت ب30 وظيفة النهاردة محدش رد، وتعرفي إني حاسس إني شفاف ماليش لازمة وماليش قيمة. عامله ايه يا ساره يا بنتي في الكليه؟ تمام يا بابا، كويسه؟ تمام. أنا لسه جايبة 4 من 20 في الكويز، وصاحبتي اللي بحكي لها كل حاجة عملت لي سين من 3 ساعات ومردتش، والشات بتاع الكراش لسه ما فتحوش ومفيش كلمة جديدة. بس أقول إيه، كله تمام، أسهل كلمة في الدنيا. يا المسلسل ده جميل قوي، بحبه. كويس، على الأقل هو بيتكلم. أنا طول النهار بكلم الحيطان. نفسي مرة نقفل التلفزيون وده ونتكلم مع بعض بجد، نحكي أي حاجة حتى لو خناقة. أي حاجة أحسن من الصمت ده. بتضحك عليا يا ابني؟ ولا حاجه يا بابا، ده فيديو بس للقطط بس. بضحك على ايه؟ بضحك على لما افتكرت صاحبي لما قال لي لما تحس انك عايز تفضفض بس تفتكر اني محدش هيفهم. بضحك على نفسي يا بابا. عارف الإحساس ده؟ لما تكون قاعد في مكان زحمة جدا، حواليك ناس كتير، أصوات، ضحك، لكن جواك في صمت غريب. أنا عارف الإحساس ده كويس، عشت سنين وأنا مسافر بره مصر، وكنت وقتها بسميه غربة. كنت بقول لنفسي ده طبيعي، بعيد عن أهلي وصحابي، عن البلد اللي ما شربتش من نيلها، طب جربت تغنيلها. وكنت فاكر المشكلة في الجغرافيا، وإن الحل إني أرجع. ورجعت وقعدت أدور جوايا يمكن ألاقيها هي. لله هي الصحبة وهي الأهل. لكن قعدت مع صحابي القدام على نفس القهوة اللي كنا بنقعد ونتجمع فيها زمان، نفس الضحكات، نفس الكلام، نفس الإفيهات، بس في حاجة كانت مختلفة، حاجز شفاف اتبنى بينا. وقتها قلت لنفسي يمكن أنا اللي اتغيرت، شفت دنيا مختلفة وجديدة، يمكن تحدياتي وسرعاتي هي اللي اختلفت. لحد ما في يوم واحد من أقرب أصحابي وفي نص القعدة بص لي وقال لي جملة عمري ما هنساها: أنا بحس إني لوحدي أكتر لما بكون معاكم. في اللحظة دي اكتشفت إن الوحدة مش إنك تبقى لوحدك، الوحدة إنك ما تبقاش لاقي نفسك وسط الناس وما تبقاش معروف. المشكلة ما كانتش في الجغرافيا، المشكلة كانت أعمق من كده بكتير. يلا كوباية الإسبريسو الجميلة بتاعتك ويلا بينا في فيسبوك الصح. ونقول مسا على الناس الكويسه والمتفزلكه والمتفلسفه. اهلا بيك يا فزلوك الصغير في حلقه جديده من برنامج فزلكه وشويه دردشه، واللي بنناقش فيه موضوعات روحيه ونفسيه واجتماعيه. حلقه النهارده بنناقش فيها اكتر وباء صامت بيعيشوا جيلنا، اللي هو الوحده. وانا هنا مش جاي اتكلم عن الوحده بمفهومها التقليدي، عن كبار السن اللي في دار مسنين اللي عايشين لوحدهم. انا جاي اتكلم عن نوع تاني من الوحده، وحده مرعبه اكتر، لانها بتجيلك وانت في عز الزحمه، بتجيلك وانت لسه شباب فيك طاقه تتحرك وتروح وتيجي. وحده بتعيشها وانت عندك 5000 صديق على الفيسبوك و200 واحد بيعملوا لك لايك على صورتك على الانستجرام، بس للاسف مفيش واحد فيهم تقدر تكلمه في اي وقت وتقول له انا متضايق، انا محبط، انا حزين، انا مكتئب. عارف يا فزلوك الصغير، لما بنتكلم عن الوحده اول حاجه بتيجي في ذهننا هي صوره الراجل العجوز المسن اللي قاعد لوحده في البيت. لكن الحقيقه الصادمه ان الابحاث بتقول عكس كده. في دراسه اتنشرت في 2020 بتقول ان جان زي مواليد 97 لغايه 2007 هم اكتر الاجيال اللي بتحس بالوحده على الاطلاق. احنا هنا بنتكلم عن وباء بيضرب الجيل الاكثر اتصالا بالتكنولوجيا في العالم على الاطلاق. والسؤال هنا يا ترى مين بيحس بالوحده اكتر، رجاله ولا الستات، شباب ولا شيوخ؟ في الواقع الابحاث بتقول ان النسبه متقاربه جدا، لكن الفرق في التعبير. بعض الدراسات بتقول الستات بيميلوا اكتر للاعتراف والتعبير عن الوحده، لكن الرجاله بينكروا ده وبيهربوا من ده بسلوكيات ادمانيه زي الشغل او العزله الاجتماعيه. الخوف من انه يظهر الراجل في مظهر ضعيف بيخليه يهرب ويعاني في صمت. والمفارقه الغريبه ان الدراسات بتقول كل ما عدد الناس اللي حواليك يزيد وحدتك بتزيد. عشان كده الدراسات بتقول كمان ان الوحده بتزيد في المدن اكتر من الريف. في الواقع الزحمه بتخلق وهم القرب، لكنها بتدمر فرص الاتصال الحقيقي. واسمع الرقم الصادم ده يا فزلوك الصغير. الابحاث اللي انتشرت في مجالات PLOS ميديسين بتقول الوحده المزمنه ليها نفس التاثير المدمر على صحتك الجسديه زي اي واحد بيدخن 15 سيجاره في اليوم، واخطر كمان من السمنه المفرطه. الوحده دي طلعت مش مجرد احساس وحش، دي حاله طبيه طارئه. يعني انت منعت نفسك من السجاير ومنعت نفسك من البشر اللي هيجيبوا لك الاكتئاب والهم. والبس يا معلم. الشعور بالوحده بيزود خطر الاصابه بامراض القلب بنسبه 29%، وخطر الاصابه بالسكته الدماغيه بنسبه 32%. مش بس كده، دي بتضعف كمان جهاز المناعه
وبتسرع من شيخوخة الدماغ وتزيد من خطر الإصابة بالزهايمر بنسبة تصل ل 50% حسب دراسات المعهد الوطني للشيخوخة في أمريكا. سامعك يا فزلوك الصغير وانت بتقولي بطل فزلكة، انت جاي عشان تدينا محاضرة في الأرقام والإحصائيات؟ اخلص بطل حشو. طبعا مش محتاج أقول لك إن الوحدة هي البوابة VIP للاكتئاب والقلق، وهي بتعمل حلقة مفرغة، بتحس بالوحدة فبتنعزل أكتر، انعزالك يزود وحدتك وهكذا. الوحدة بتخليك شايف العالم كله مكان خطر وغير محبب إنك تكون عايش فيه وغير مرحب بيه، وده بيغذي حاجة اسمها القلق الاجتماعي. طيب والسؤال هنا احنا ازاي وصلنا للحالة دي؟ ازاي واحنا بنعيش في اكتر العصور فيها اتصالات وتكنولوجيا وسوشيال ميديا نفس الوقت اكتر العصور اللي بنعيش فيها الوحدة؟ في الواقع الحكاية بدأت من بدري قوي. واحنا اطفال لما كنا بنعيط مثلا كان في طريقتين اهلنا بيعاملونا بيها. الطريقة الاولى يدونا لعبة، يقعدونا قدام التلفزيون عشان ننشغل ونهدى ونسكت. اليومين دول بيدوا الاطفال موبايل او تابلت يقعد يشوف ريلز او فيديوهات. الطريقة دي وبدون قصد بتعلمنا درس خطير، لما تحس باحتياج دور على حاجة تلهيك، ودي بذرة الفراغ والتملك. الطريقة الثانية انهم يقعدوا معانا بنفسهم، يلعبوا معانا، يسمعونا. الطريقة دي بتعلمنا درس مختلف تماما، انك لما تحس بالاحتياج الحل في وجود شخص يشاركك. دي البذرة الحقيقية للوحدة، لكنها كمان للبحث عن المشاركة والاتحاد. كبرنا والمجتمع بيركز ويهتم بالطريقة الأولى، مجتمع استهلاكي بيقول لك سعادتك في امتلاك أحدث موبايل، سوشيال ميديا بتقول لك قيمتك في عدد اللايكات والمتابعين، وبقينا بنعامل الناس زي ما بنعامل المنتجات، بنجمع علاقات زي ما بنجمع أشياء. بقينا يا فزلوك الصغير بنعمل اد تو كارت للناس، ولما الموديل يقدم او نزهق منه بنعمل له ريموف فروم كارت بسهوله، لان طرق التعارف بقت كتيره ولو راح هيجي غيره. وزي ما بتقول الباحثه شيري تيركل في كتابها العبقري وحدونا معا، التكنولوجيا وعدتنا بالاتصال لكنها ادتنا في الواقع وهم الرفقه. وبتكمل وتقول بقينا غرباء عن نفسنا وغرباء عن الناس اللي بيشاركونا نفس السقف الواحد. بقينا نعرف اخبار بعض فعلا، بس ما بقيناش نعرف حوالنا عامله ايه بالظبط ونفسيتنا عامله ايه بالظبط. بنعرف هو سافر فين لكن مش بنعرف هو حاسس بايه دلوقتي. والالم بتاع الوحده ده وجعه لا يحتمل، فعقلنا بيعمل ايه؟ بيخترع حيل دفاعيه عشان نهرب من مواجهه الالم ده. كل واحد فينا عنده طرقه الخاصه للهروب. في ناس بتغرق نفسها في الشغل لمده 14 و16 ساعه في اليوم، مش عشان هي ذكيه او طموحه، لكن عشان ضجيج الشغل في الواقع والانجاز بيخليها ما تسمعش صوت وحدتها الداخليه. الناس دي بتهرب من فراغ حياتها بانها تملى جدول اعمالها. في ناس تانية لازم تخرج كل يوم وتحضر كل مناسبه، تعرف كل الناس. الناس دي في الواقع مرعوبه من وقعدهم لوحدهم في البيت كل يوم. الزحمه هي المخدر بتاعهم. الصوره السيلفي مع الشله اخر الخروجه مش ذكرى، دي جرعه امان مؤقته عشان يقول لنفسه وللناس انا مش لوحدي. في واحد تاني بياخد دور المنقذ عشان يفضل موجود في الصوره والناس دايما محتاجه له حواليه. ده الشخص اللي بيحل مشاكل كل الناس، بيقضي وقته كله انه يسمع للناس ويدعمهم، مش عشان هو نبيل وكويس، لان الانشغال بمآسي ومشاكل وهموم الناس بيخليه ينسى مآسي وحدته هو الشخصيه. ما تنساش يا فزلوك الصغير تشوف حلقات بتاعه الدور المنقذ، سيب لك اللينك في الوصف. كلنا بنجري بس في اتجاهات مختلفه، بنجري ونهرب من نفس الوحش، الصمت. اللحظه اللي بتقعد فيها لوحدك من غير موبايل، من غير تلفزيون، من غير اي حاجه. اللحظه دي في الواقع مرعبه، لاننا بنضطر نقابل اكتر شخص بنخاف منه، نهرب منه، هو نفسنا. علماء النفس زي فيكتور فرانكل قالوا ان اعمق احتياج عند الانسان هو المعنى، يلاقي المعنى والهدف بتاع حياته. لكن اسمح لي يا فزلوك الصغير اقول لك على وجهه نظري الشخصيه. ما هو انا عامل ليه برنامج فزلكه وشويه دردشه؟ ما هو عشان اتفزلك عليك يا فزلوك الصغير، اقول لك فزلكتي. انا بشوف انه في احتياج اعمق من المعنى، وهو القبول. انك تحس انك مقبول زي ما انت، بدون اقنعه، بدون شروط. علاقه واحده بس تحس فيها بالقبول ممكن تملى الفراغ اللي جواك كله. ليه؟ لان المعنى نفسه بيفقد معناه لو ما فيش حد تشاركه المعنى ده، وانت في الواقع بتدور على المعنى عشان تحس بالقبول النفسي او الاجتماعي او حتى الديني. احنا كائنات علاقاتيه اتخلقنا للاتحاد، واكبر مشاكلنا في الانفصال. من اول لحظه انفصلنا فيها عن امهاتنا واحنا بنقضي عمرنا كله ندور على شكل من اشكال الاتحاد الثانيه يعوض الاحساس الاولي ده بالامان والاحتواء. الجواز، الصداقة العميقة، حتى علاقتنا بربنا كلها في جوهرها هي بحث عن الاتحاد ده، مكان اقدر اكون فيه انا الحقيقي بكل كسوري وضعف وافضل مقبول ومحبوب. لكن مش كل مشاعر الوحدة هي واحدة، في مستويات للإحساس أو للشعور بالوحدة. أول مستوى من الوحدة بنعيشه هو الاغتراب الاجتماعي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تحس إن الكتالوج اللي المجتمع مديهولك من قيم ومبادئ عشان تعيش بيه ما بقاش على مقاسك، ما بقاش يناسب قيم زي الجواز بالطريقة الفلانية، النجاح بالشكل الفلاني، العيب والحرام بالمنطق العلاني. كل ده بتحس إنه لبس واسع عليك مش بتاعك، ما بقاش على مقاسك. وأنت لو عايز تعرف أنت هنا ولا لأ فكر في الأسئلة دي. هل بتحس إنك أنت بتمثل إنك موافق على عادات وتقاليد المجتمع في المناسبات والافراح والجنازات عشان بس تمشي الدنيا وما تخشش في صدام مع حد، بس من جواك حاسس ان دي مسرحيه هزليه؟ هل بتقضي وقت اطول في انتقاد البلد والمجتمع والناس اكبر من الوقت اللي بتقضيه في انك تفكر ازاي تبني نجاحك وتعمل حاجه مفيده لنفسك؟
وزي ما قال عالم الاجتماع كارل ماركس ان الانسان بيحس بالغربه عن مجتمعه لما يحس ان القيم دي مش بتاعته، مش بتمثله، وان القواعد المفروضه عليه مش هو اللي عملها. وفي الواقع واحنا جيلنا هو بطل القصه دي، جيل اتربى على قيم الاجيال اللي فاتت لكنه عايش في واقع مختلف تماما عن واقع الاجيال اللي فاتت، فبقينا عايشين في صراع بين اللي المفروض نكونه وبين اللي حاسين وعايزين نكون عليه. بقينا فزلوك الصغير زي اللي معاه موبايل قديم بيحاول ينزل عليه ابلكيشنز جديده وكل شويه السيستم يهنج ويقول لك ايرور. والاغتراب عن المجتمع ده بيودينا للمستوى الثاني والاخطر، الاغتراب عن الناس نفسهم، لما ما تبقاش عارف تتواصل مع اللي حواليك على مستوى حقيقي، لان كل واحد فينا عايش في فقاعه الافكار بتاعته. وهنا السوشيال ميديا لعبت اقذر ادوارها، بقينا بنشارك صورنا المثاليه والوهميه طبعا وبنخبي حقيقتنا المكسوره. وفكر معايا في الاسئله دي، بص على اخر 5 محادثات ليك في الواتساب مع الناس، هل كلها عباره عن اسئله عن اخبار عملت ايه، رحت فين، جيت منين، ولا فيها مشاركه عميقه وحقيقيه من جواك؟ انا حاسس بايه، انا بشكي بايه، انا بحلم بايه؟ هل فكره ان موبايلك يفصل وانت بره في الشارع فكره مرعبه بالنسبه لك، مش عشان هتفوتك حاجه مهمه لكن عشان هتضطر تقعد مع افكارك لوحدك وقتها؟ فبقينا بنمارس حيل دفاعيه عشان نهرب من الم الشعور بالوحده، الافراط في الظهور، بنبقى اونلاين طول الوقت، بنشارك كل تفصيله في حياتنا، بنعلق على كل ستوري، مش عشان نتواصل لكن عشان نقنع نفسنا اننا مش لوحدنا، بنهرب من صمت وحدتنا بالضجيج الرقمي. بقينا بنعالج الوحده بنفس منطق اللي بيعالج الصداع بالاغاني والموسيقى، فبدل ما يشغل اغاني وموسيقى هاديه راح شغل اغاني مهرجانات. لكن كل دوت يا فزلوك الصغير هو مجرد اعراض للمرض الخطير الحقيقي، واعمق مستوى من الوحده هو الاغتراب عن الذات. لما تبص في المرايه وما تعرفش الشخص اللي بتبص له هو مين، لما تحس انك بتلعب دور في مسرحيه كتبها شخص تاني، ولو خايف تكون واقع في المنطقه دي فكر معايا في الاسئله دي. لو حياتك عامله زي العربيه، هل يا ترى انت اللي سايق وعارف انت رايح فين وجاي منين، ولا انت قاعد في الكرسي اللي ورا وماشي بس تتفرج على الطريق اللي انت ما اخترتوش، طريق اهلك ولا مجتمعك ولا حد تاني؟ لو سالتك دلوقتي ايه اكتر 3 حاجات بتجيب لك شغف، هل هتاخد وقت طويل تفكر فيهم ولا انت جاهز بالاجابه؟ زي ما قال المحلل النفسي إريك فروم، احنا بنخاف من حريتنا، بنخاف من مسؤوليه اختيار طريقنا بنفسنا، فايه الاسهل؟ نقلد، نمشي مع التيار، نعمل وننفذ اهداف مش بتاعتنا، ونعيش حياه مش شبهنا، مش حياتنا. وبنعمل ده ليه؟ عشان القبول الاجتماعي وعشان ما نبقاش لوحدنا. ويمكن تفضل انك تفضل في جروب يأذيك وعلاقه تأذيك عن انك تفضل لوحدك. في دراسه شهيره اتعملت من جامعه فيرجينيا في 2014 ونتائجها كانت مرعبه. الباحثون حطوا الناس في غرف لوحدهم لمده 15 دقيقه، الغرف دي فاضيه ما فيهاش ولا حاجه، وادوهم اختيار، يا اما تقعد مع افكارك لوحدك او تقعد مع حد بس تضغط على الزرار يديلك صدمه كهربائيه خفيفه لكنها مؤلمه. والنتيجه المرعبه ان 67 من الرجاله و25 من الستات فضلوا انهم يضغطوا على الزرار وياخدوا صدمه كهربائيه مرعبه في جسمهم عن ان هم يفضلوا قاعدين لوحدهم مع افكارهم. ده بيورينا لاي درجه من الرعب احنا وصلنا من بس مجرد الفكره ان هنقعد مع افكارنا لوحدنا. في الواقع مش بس الوحده لكن عدم قدرتنا على احتمال الملل. وهنا بنستخدم حيله دفاعيه تانية اللي هي الافراط في الانجاز، بنغرق نفسنا في الشغل، في الخدمه، في اي نشاط بس يحسسنا بقيمه، بنبقى مدمنين انجاز عشان ما نضطرش نقعد لوحدنا ونواجه السؤال المرعب ده، هو ده اللي انا عايزه بجد؟ وهنا بنوصل لقعر البير، المستوى الاخير من الوحده اللي الفيلسوف إيرفين يالوم سماه العزله الوجوديه، الاحساس الحتمي ان جينا للدنيا دي لوحدنا وهنمشي منها لوحدنا، احساس بالفراغ والانفصال عن المعنى الاكبر للوجود. وفكر معايا في الاسئله دي، هل حققت نجاح في حاجه معينه والناس بتقول لك يا بختك انت عملت نجاح رهيب سواء في فلوس او شغل او علاقات، لكن لما بتقعد لوحدك بالليل بتحس بفراغ عميق جواك وتقول وبعدين؟ هل بتلاقي نفسك بتهرب لسلوكيات متطرفه زي شغل كتير او سهر، ادمانات معينه، علاقات عابره، مش عشان المتعه لكن عشان تسكت الصوت الداخلي اللي بيسالك اسئله مهمه وعميقه عن الوجود والحياه والموت؟ وقبل ما نكمل يا فزلوك الصغير، فهمك للمكان اللي انت موجود عليه ده اول خطوه عشان تمشي الطريق، لانك لو مش عارف انت تايه فين عمرك ما هتعرف تلاقي طريق الرجوع. عشان كده احنا هنا لازم نفرق بين وحشين الناس عايشه فيهم، الفراغ والوحده. اللخبطه دي هي اكبر خدعه من وجهه نظري بنقع فيها. الفراغ يا فزلوك الصغير هو احساس عميق بالجوع الداخلي، احساس انك فاضي من جوه ومحتاج حاجه تملاه. الشخص اللي عنده فراغ بيفكر بمنطلق الاخذ والتملك، عايز يمتلك اشياء، علاقات، تجارب، اي حاجه جديده تسد الجوع اللي جواه ولو مؤقتا. هو في الواقع بيجري ورا الفرصه. اما الوحده فهي احساس اعمق، هي مش جوع لكنها عطش للاتصال الحقيقي. الشخص اللي حاسس بالوحده مش عايز يمتلك حد، هو عايز يشارك حد، يشاركه حياته، افكاره، صمته، وجعه، المه، فرحته، نجاحه. هو مش بيدور على فرصه لكن بيدور على شريك، من الاخر بيدور على الاتحاد. الفراغ يا فزلوك الصغير بيقول لك انا عايز 100 واحد اعرفهم عشان احس اني مهم، اما الوحده فتقول لك انا عايز واحد بس يعرفني ويشاركني عشان احس اني موجود. والقاعده
الذهبيه هنا في سلوك الصغير، كل اللي عنده فراغ عنده واحده، بس مش كل اللي عنده واحده عنده فراغ. لكن السؤال المهم من وجهه نظري هو ازاي تعرف وتفرق بين اللي انت حاسس بيه دلوقتي هو واحده ولا فراغ. الموضوع مش محتاج دكتور نفسي خالص، محتاج في سلوك الصغير واحد زي حالاتي مخلص برنامج مشوره وارشاد، واخد كارنيه اخصائي ارشاد ومشوره وعلاج معرفي سلوكي من اعلى المراكز التعليميه ولا وكسه. في الواقع انت محتاج لحظه صدق مع نفسك. هسالك كام سؤال واجابتك الصادقه بينك وبين نفسك هي اللي هتكشف لك الحقيقه. جاهز في سلوك الصغير؟ تخيل نفسك قاعد لوحدك في المواصلات او في الكافيه مستني حد. النص ساعه اللي انت قاعدها لوحدك دي بتعمل فيها ايه؟ لما بتمسك الموبايل عشان تكلم حد، هل بتفكر وقتها في شخص واحد بس نفسك تحكي معاه وتشاركه كل تفاصيل يومك، ولا بتفتح الواتساب وتشوف مين اونلاين عشان تكلمه بس لمجرد انك تقتل الملل والوقت بتاعك؟ لما بيجي الويك اند ايه اول حاجه بتفكر فيها؟ يا ترى هعمل ايه في الويك اند، ولا هقابل مين في الويك اند واشاركه الوقت ده؟ لما تدخل في علاقه جديده، صداقه ولا ارتباط، ايه اول حاجه بتفكر فيها؟ هل الشخص ده هيضيف لي ايه؟ متعه ولا خبره ولا مكانه اجتماعيه؟ ولا اكتر حاجه بتشغل بالك انك تسال نفسك هل انا اقدر اكون على طبيعتي في العلاقه دي ولا لا؟ هقدر اشارك براحتي ولا لا؟ هل اقدر اكون حقيقي وضعيف قدامه ومقبول برضه ولا لا؟ لما بتحقق نجاح كبير في شغلك، هل اول سؤال بيجي في ذهنك ايه النجاح التاني اللي هعمله، ولا هحتفل مع مين النهارده؟ باختصار في سلوك الصغير، الفراغ بيخليك عامل زي واحد داخل سوبر ماركت جعان وعايز يشتري كل حاجه في العروض، اما الوحده بتخليك عامل زي اللي بيدور على وصفه طبخه معينه وناقص مكون واحد بس مش موجود في اي حته. وما تنساش تتابع وصفات السحريه بقى. لكن في زاويه تانية بتورينا قد ايه وحدتنا دي معقده، والسؤال هنا هل وحدتك دي حقيقيه ولا وهميه، ولا قناع جديد بنلبسه عشان نحس بالتميز وجذب الانتباه؟ بقينا عايشين في عصر الشكوى من الوحده علامه العمق، والمبرر للعزله انا ما حدش فاهمني، انها طريقه جديده تقول بيها للناس انا اعمق منكم. عشان كده في الواقع هتلاقي الناس الاذكياء لوحدهم طول الوقت ويفضلوا يقعدوا لوحدهم يبحثوا ويدوروا ويقروا، لكن في الواقع عندهم احساس عميق بالوحده. فكر في الارقام دي. دراسات تحليل المحتوى على السوشيال ميديا بتوضح ان المحتوى اللي بيحمل طابع حزين او درامي او وحيد او عميق زي اغاني معينه او اقتباسات بيحقق انجيجمنت اعلى او تفاعل اعلى بكتير من المحتوى العادي السعيد. احنا بالظبط حولنا الوحده من شعور خاص لعمله اجتماعيه نكسب بيها لايكات وتعبيرات وتعليقات زي انا حاسس بيك. وزي ما بتقول الباحثة شوشاننا في كتابها رأسمالية المراقبة، النموذج التجاري لعمالقة التكنولوجيا مش هدفه بيع المنتجات ليك، لكنها محاولة انها تبيع نسخة منك قابلة للتنبؤ للمعلنين. واكتر سلوك قابل للتنبؤ هو سلوك الشخص اللي حاسس بالوحدة فعلا، عشان هدفه هو اشباع فوري لاحتياجاته. باختصار وحدتك هي المادة الخام لمصانعها. فكر فيها، الفيسبوك، تيك توك، انستجرام، نتفليكس، ديتنج اب، في الواقع كلها شركات بتستثمر في وحدتك. كل ما تحس بالوحده اكتر كل ما تستهلك محتواهم اكتر. في بزنس كامل قايم على انه يحسسك بالوحده عشان تفضل متسلي وتستهلك من منتجاتهم. الارقام بتقول كده. حجم السوق العالمي للديتنج اب وصل ل 5.6 مليار دولار في عام 2021. وصناعه الالعاب الالكترونيه اللي بتعتبر هروب اساسي من الوحده لناس كتير حجمها تجاوز ال 200 مليار دولار. دي مش مجرد ارقام، دي فاتوره شعورنا بالوحده والفراغ. والسؤال بجد، هو اللي بنسميه وحده ده مش ممكن يطلع هو خوف من الملل؟ زمان الملل كان بيخلق المبدعين والمفكرين عشان ما عندهمش حاجه تشغلهم كتير. النهارده احنا بنقتل الملل بالموبايل، ويمكن لو قتلنا الملل قتلنا الوقت اللي نقعده مع نفسنا، وبقى الفراغ ده مرعب سميناه وحده. في استطلاع راي اتعمل في امريكا صادم للناس، سال الناس في 1985 سؤال واحد بسيط: كم عدد الاشخاص اللي تقدر تناقش معاهم امور مهمه في حياتك؟ والاجابه وقتها المتوسط كان 3 اشخاص. في 2004 الإجابة بقيت 0، وعدد الناس اللي ما عندهمش ولا صديق مقرب يقدر يفضفضوا معاه ويحكوا معاه زاد بنسبة 3 أضعاف. وعشان كده مش كل الوحدة زي بعضها. في وحدة بيسموها وحدة غرفة المعيشة، ما تلاقيش حد تشاركه فيلم ولا خروجه. بس في كمان وحدة بيسموها وحدة القاع، لما ما تلاقيش شخص واحد في العالم تقدر تحكي له بأمان عن أحلك وأسوأ ما فيك من غير ما يحكم عليك. معظمنا بيعالج الأولى لكن بيموت في الثانية. طب إيه رأيك تعالى نعمل حاجة مختلفة المرة دي؟ نشوف الوحدة مش إنها العدو بتاعنا، وبدأنا نشوفها كبوصلة، وإنه إحساسك بالوحدة ده مؤشر صحي جدا يقول لك إيه اللي ناقصك بجد. لو حاسس بوحدة وسط الناس، البوصلة بتقول لك دور على علاقة واحدة عميقة حقيقية وما تدورش على الزحمة. لو حاسس بالوحدة في شغلك، البوصلة بتقول لك دور على شغفك مش المرتب. وزي ما كتب الشاعر العبقري جلال الدين الرومي: الجرح هو المكان اللي بيدخل منه النور. يمكن وحدتنا دي مش مجرد جرح، يمكن هي الفتحة اللي النور بيحاول يدخل منها لحياتك عشان يوريك الطريق الصح. الحلقة دي مش هدفها ان احنا نكتئب، لكن هدفها الاساسي
اساسي ان احنا نسمي الحاجات باسمائها الحقيقيه، انك تفهم ان الاحساس اللي انت حاسه ده مش انت لوحدك اللي حاسه، كلنا بلا استثناء حاسين بيه بدرجه او باخرى. والحل مش اننا ندور على ناس اكتر او نجاح اكبر او اشباع لملذاتنا اكتر عشان المعتزل بيطلب شهوته. الحل بيبدا من خطوه واحده شجاعه، انك تتوقف عن الهروب. النهارده جرب تعمل حاجه مرعبه، اقعد نص ساعه لوحدك بدون اي موبايل، بدون اي تكنولوجيا، بعيد عن التلفزيون، واسمع صوتك الداخلي بيقول لك ايه، اسمع افكارك عن نفسك بتقول لك ايه، واسال نفسك انا بهرب من ايه، وانا عطشان لايه بجد. ولو في شخص واحد ممكن اكون شفاف معاه تماما، يا ترى هيكون مين وليه؟ المحادثه دي هتكون موجعه في البدايه، لكنها بدايه الطريق الوحيد الصح اللي يرجعك لبيتك الحقيقي، بيتك اللي جوه نفسك، اللي منه تقدر تتصل بالناس وبالمجتمع وبالمعنى الاكبر بشكل حقيقي وصادق. لانه في النهايه فزلوك الصغير مش عكس الوحده وعلاجها في الزحمه، لكن عكسها وعلاجها في الاتحاد الحقيقي. استناني يا فزلوك الصغير الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من برنامج فزلكه وشويه دردشه. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو دوت، وسبسكرايب على قناتي، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.